تيجي نسيب تيجي نسيبها للنصيب، تيجي نقول ما احناش لبعض وبيننا بعد تغيب وغيب، تيجي نضيع، تيجي احنا الاتنين نضيع، تيجي احنا الاتنين نبيع، تيجي نعلق في المشانق مين مخنوق ومين اللي خانق، يلا نشهد الجميع. تحياتي الأستاذ أكرم حسني، والتحية موصولة للأستاذة أنغام. أنا واحد من الناس يا جماعة لا أسمع ولا أهتم إلا بكلمات الأستاذة أنغام، تحياتي لها من على هذا المنبر الطيب. تحياتي يا أستاذة. هو الكلام ده إيه يا جماعة؟ إيه الكلام اللي يوجع القلب ده يا عم إيمن؟ التفكير يا جماعة في الانفصال بين الأزواج والحالة النفسية اللي بيعيشوها هم وعيالهم. الأصل إن الزواج يا جماعة هو علاقة إنسانية، ومش هقول لك بقى علاقة اجتماعية بس، ده هو علاقة إنسانية من النخاع. يعني العلاقة الإنسانية دي يا جماعة بتبين على حب واحترام وتفاهم الطرفين. لكن في بعض الأحيان بيوصل الأزواج إلى الانفصال، والقرار ده بيكون يا جماعة صعب جدا ومؤلم جدا، بالذات لو كان في تاريخ طويل من العشرة بينهم، وكمان لو في بينهم أولاد، وخاصة لو كان بينهم أولاد صغيرين. عمك أيمن هيقول بقى الأسباب وتعمل إيه يا برنس. يعني لو أنت يعني فكرت في يوم من الأيام إن أنت تنفصل بينك وبين زوجتك، أسأل الله عز وجل أن يرخي ستره عليكم وأن يهدي بيوت المسلمين. و... والموضوع ده يا جماعة موضوع شائك جدا. أول حاجة، دايما بيكون بينكم وبين بعض خلافات يومية. زي إيه مثلا؟ زي الواحد مثلا اللي بيصحى من النوم، حاجات بسيطة هي وممكن تعمل مشكلة كبيرة بين الزوج والزوجة، ويفضل يعني الزوج دايما يقول هي مش مهتمة بيا. زي مثلا هو قام يفطر الصبح، دايما هو متعود يفطر على حاجة معينة، يلبس حاجة معينة، يدخل ياخد شاور بطريقة معينة. هي كل يوم بيتكلم في الموضوع ده ومفيش نتيجة، وممكن يكون في سنوات طويلة بيتكلم فيه. زي مثلا انا عندي مشكلة مثلا زي مشكلة الشرابات. انا راجل بهتم في بعض التفاصيل، فيعني اعمل ايه؟ كل يوم بتخانق على الشرابات. فقمت اعمل ايه يا جماعه؟ قمت انا اللي حضرت شراباتي بنفسي بالليل قبل ما انام، عشان اقوم الاقي شراباتي مش هنا وهنا ونجري ورا الشرابات. وانا بنفسي طلعت من الخلاف دوت وعملته ونجح معايا، والحياه جميله جدا يا جماعه. وبدل ما ان انا احتقن من زوجتي كل يوم، لا، انا بقول حاجه بسيطه ما تخليهاش يعني تكبر وتتفاقم، ونوصل نقول ده هي بتسمعش كلامي. تخيل بقى ممكن تكون المشكله عشان جوز شرابات، ولا عشان انت بتفطرش كويس، او عشان شاور معين انت بتاخده، الحياة كلها تضيع؟ لا يا جماعة. لما اي زوجين يفكروا يا جماعة في الانفصال، دايما في حاجات كده معقدة بتيجي في النص. واحد مثلا يتهم زوجته او زوجته تتهمه بالخيانة. ولما يجي نقول مفهوم الخيانة يا جماعة، هنقول مفهوم الخيانة بكل معانيه، بكل تفاصيله. زي الخيانة مثلا، يعني لو قلنا بس كلمة الخيانة إن هي بتفقد الثقة ما بين الزوجين. الخيانة بقى منها الإهمال العاطفي والإهمال الجسدي، وأي إهمال من دول يا جماعة بيعمل فراغ عاطفي وما خفي أعظم. والمشاكل كمان المادية ديت هي اللي بتعمل أكبر مشكلة وبتأثر على الانفصال، للأسف الشديد، لأن ما كناش مختارين بعض في الأول بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الأربع، منها حسبها ونسبها واصفر بذات الدين. هل احنا اظفرنا بذات الدين؟ احنا اخترنا الواحده اللي هي زي ما بنقول كده نحطها في البيت نرجع زي ما هي، مش تحقيرا مش تحقيرا فيك يا زوجه، لا بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى كرمك في كل كتب السماويه، وكرمك ما بين الناس، وخلاكي زي الجوهره المصان كده. فيعني استحملوا بعض شويه يا جماعه، وفكروا في الموضوع دوت، موضوع الانفصال، قبل ما حد فيكم ان هو ياخد قرار وتندموا عليه. والندم يا جماعه والله العظيم بيفضل مرار، وبيفضل حزن في القلب، ما الله به عليم. وفي مشكله بقى كمان اللي هي بتخلي الانفصال سريع. يعني لو احنا بنفكر وفي حاله بقى يعني بنعمل كده، نفكر او نشوف ايه المشكله، او نيجي نبدا في مشكله ما نحلهاش، بسبب ايه بقى يا جماعه؟ تدخل اهل الزوج او اهل الزوجه في المشكله. ده بقى يا جماعه انا بعتبره كايمن تدخل سافر، وتدخل يعني بين قوسين كده، يعني حاشاكم وسامحوني على اللفظ، تدخل سافل. ليه؟ لان اول حاجه
كل واحد شايف ان ابنه او كل واحد شايفه بنتها هي اللي عندها الحق وهي الضحيه وهي المنوط بها الكلام. لا يا جماعه، لا لا لا. نعمل ايه يا جماعه عشان نتفادى الكلام ده كله؟ اول حاجه قبل ما تفكر ان انت يعني تحل المشكله، لازم تعرف يعني ايه هي المشكله اللي انت بسببها فكرت في الانفصال بينك وبين زوجتك، وبينك وبين بينك وبين بعض اولاد، وبينك وبين بعض عشره طويله. آه، بذمتك وانت بتفكر كده في موضوع الانفصال قبل ما تتكلم عن العلاج بتاعه، ما فكرتش كده بالذنب؟ او انت ما فكرتش بالذنب؟ هو جوزك ده مثلا ما لما جه يتجوزك ما ابتسمش في وشك وهو جاي يتجوزك؟ ما كانش فيه يوم جميل بينك وبينها؟ ما كانش فيه يوم كان حلو بينكم وبينهم؟ ليه عاوزين ينطبق عليكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله لتعليم الناس؟ هن يكفرن العشير. وبرضه وبتكلم الزوج برضه، يعني بكلم الزوج برضه اللي هو انت ازاي اصلا عارف ان زوجتك ديت يعني انسانه بسيطه في تفكيرها، او ربنا سبحانه وتعالى خلقها بتفكير معين. ان انت مع احترامي الشديد ما يكونش عندك العاطفه ولا يكون عندك الاحساس ولا المشاعر ان انت في يوم تعذر لها جهلها، تعذر لها في يوم انت حبيتها فيه، تعذر لها يوم ان انت شفت منها يوم حلو. يا جماعه الانسان بيتحسب من تاريخ، مش بيتحسب من موقف. وقد يكون اصلا موقف يعني ملوش داعي اصلا، زي اللي انا قلته قبل كده سلفا، مساله الشرابات، وكل يوم بقوم متضايق ولازم والزوج بقى يطلع انا متنرفز وطالع من بيته متنرفز كل يوم وكلام ده عشان شرابات ولا عشان اكله ولا عشان الحمام. يا عم قوم اعملها بنفسك يا عم، يا عم بينكم عيال يا عم. المشاكل بقى يا جماعه اللي بتؤدي للكلام ده، غير ان كل واحد مفكر نفسه المجني عليه يعني، الاكتئاب والحزن. زي الواحد الحمد لله مثلا يعني يعرف اسرار ناس كتير ويعرف ناس يعني امور كتيره في الحياه، وبموجب يعني تربيتي برضو كان لها عامل اساسي في الكلام اللي انا بقوله ده. يعني اتربيت في بيت كله بيحل فيه المشاكل، وخاصه يعني اكبر مشاكل كنا بنعيشها اول حاجه المشاكل الاجتماعيه بين الزوج والزوجه، وبعد يليها على طول مشاكل الورث. ومشاكل الورث ديت موضوع هنتكلم في حلقاته ان شاء الله في سلسله جديده بعد رمضان ان شاء الله. نعمل ايه بقى يا جماعه في احتمالات الفراق والملل لا يحتمل، وراح الامل خد حته مني، بقى بعدنا اريح لنا، بقى كرهنا باين في عينينا، ما عادش خلاص يعني لمعه الحب اللي كانت بينكم. يعني افتكر يا اخي في يوم كده من يوم من الايام مراتك عملت لك حاجه حلوه او كانت بتفاجئك، وفي يوم دخلت عليها كده وشفت في عينها لمعه الحب ليك. يا اخي والله لو افتكرت لمعه الحب ديت يعني هتغير حاجات كتير قوي. انت مشكله او انت المشكله عندك ان انت خلاص كل واحد متسلط برايه، يعني انا الصح هو اللي غلط هو. يا جماعه الخير مفيش الكلام ده. يا جماعه الخير اسال مجرب يا حبيبي ولا تسال طبيب. ومش معنى كده ان الموضوع ده بس يعني انا جربته، لا 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 لا, لا. انا في وسط الناس واصحابي من كل حد وصوب في العالم كله ترى على فكره يعني يعرفوا مين ايمن موافي، ويعرفوا ان انا اعرف عن بعض حاجات منهم وحلتها لهم، وكنت يعني سبورت ليهم في حاجات كتيره. في الحاجات دي مجربه يا جماعه. بقول لك الكلام دوت اسال مجرب ولا تسال طبيب. علم الاصلاح بين الازواج ده يا جماعه ده موضوع كبير يا جماعه. مش اي حد ان هو يقول لك انا هعرف احل مشكله بيني وبين زوجه او مشكله بنتي. لا يا حبيبي، ارجع هات مختص، هات واحد حكيم اساله، قول له واحد اتنين تلاته، اقسم بالله العظيم هتلاقيه مبسط الدنيا خالص. وممكن حلها انت عارف ممكن يكون ايه؟ والله ما تصدق، ممكن يكون ورده. كل واحد كده يشوف ايه الحاجه اللي ممكن لو دخل بيها على زوجته يدخل بيها السرور. اقول لكم على حاجه بقى حصلت معايا. زوجتي مثلا بتحب نوع من انواع البينز مثلا، النوتس المكسرات، وهي صغيره، هي بتحبها وهي صغيره. لما كنت بختلف معاها كنت بجيب لها المكسرات، اللي هو انا بقول لها انا في سلام نفسي، يعني يلا نتصالح. اتفق كده مع مراتك كده قبل ما تيجي، اول ما تيجي تتجوز او اول ما تتجوزها. المقدمين طبعا على الجواز يا جماعه يجوا لي تعال الملعب يا جماعه خش عليا. والناس اللي متجوزه لو المشاكل دي اتراكمت عليك وبتفكر في انفصال وتفكر اقف مع نفسك كده وخد هدنه. افتكر يعني كلام النبي، اعمل حاجه وابني عليها، بمعنى هنتفق اتفاق زي ايه؟ يا زوجتي العزيزه يا ام اولادي، هنخلي بينا باسورد، كلمه سر كده لو احنا مختلفين نعملها. بمعنى ايه؟ لو انا بعت لك مسج مثلا على الواتساب او كلمتك او بعت لك رساله مع ابني مثلا او بنتي،
قلت لك مثلا ايه، يا جميل، الورد الورد، ولا يا ولا، كل الكلام الجميل ده، تمام، اللي هو اي كلمه باسورد انت ممكن تحبها، زي ما اجدادنا كده لما كان مثلا يحب ياتي زوجته وان هو محرج مثلا من اولاده او بصفه عامه، لان كان زمان في حياء يا جماعه. كان ممكن يجي مثلا الراجل كده يقول بس يعمل بس خلاص هي فهمت هو عاوز ايه، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز زوجته، عايز كذا، خد اعمل باسورد بينك وبين زوجتك. طيب انا باكد تاني قبل ما اقفل الحلقه، لان الحلقه دي لها حلقات ان شاء الله بعد رمضان، اختيار الراجل الحكيم في حل المشكله قبل الطلاق. ليه بقى قبل الطلاق؟ لان يا جماعه حد قال لي قبل كده، كنت رايح له لمساله وقال لي كل المشاكل الزوجيه افضل حل ليها الحل قبل الطلاق، لان الحل بعد الطلاق ما بتحلش يا باشا، بيحصل فيه سواد في القلوب بيحصل فيه مشاكل، وخلاص بقى كل واحد مفكر المجني عليه ويطلع عيوبها وسوءاتها وينسى بقى كلام ربنا والميثاق الغليظ وكذا وكذا، ونبدا ندخل في صرصره. واللي هيدفع الضريبه دي مين؟ الاولاد. الاولاد اللي انا بتكلم ليهم ومن خلالهم وعشانهم وبيهم ومنهم. لو الموضوع قفل بقى خالص نعمل ايه؟ اول حاجه تستعد نفسيا وتفكر في الانفصال قبل وبعد. خلي بالك القرار ده مش سهل، اوعى القرار ده تفكروا ان هو سهل ولا بيخلص بشويه ماده وهي نفقتها ايه ومستحقاتها قد ايه وخدي، لا 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 لا، ده كله حطام الدنيا، ده كلها حطام. النفسيه اللي انا بتكلم عنها الانسان، انا بتكلم عن صناعه الانسان، بدايه نشأ، عشان ابن لما يكبر يقابله موقف زي ده لا قدر الله يعرف يتعامل معاه ازاي، ويعرف يتعامل وينجح حياته ازاي، وما يخليش اي حد مهما كان ان هو يدخل يحل له مشكله عائليه ومشكله اسريه. واحب على رؤوسكم، احب على رؤوسكم راس راس، كنايه ومجازا وفعلا وكل اللي انتوا عايزينه. اوعوا تدخلوا اي حد مش فاهم في حل المشكله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. وللاسف محدش كتير عنده اخلاص ولا عنده حكمه لحل المشاكل. ممكن يكون اي حد هيدخل يهدي وانت شايفه اللي هو هيصلح ونيته سليمه، بس ما عندوش يا جماعه فقه ولا خبره الاصلاح بين الازواج، بجهله لفقه الصلح بين الازواج، وليس نقيصه منه. خلي بالك انا ما بنقصش منه، يكون رجل فاضل وان جنرال في كل حاجه، بس ممكن في الحته ديت مش عارف، ممكن اصلا هو بيجي يصلح وعنده بيته اصلا مش احسن حاجه يعني. فاخيرا يا جماعه يعني ما اقدرش اقول اللهم ارخي الستر على بيوت المسلمين وغير المسلمين، لان صلاح البيوت يا جماعه هو من صلاح المجتمع. منتظر استفساراتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع الشائك اللي في كل بيوت المسلمين وغير المسلمين. فربنا يستركم ويسعدكم. انا وحياتي، تحياتي.